ليه بنصوم صيام السيدة العذراء؟ الناس زمان حبت العذراء حب كبير، وكانت حياتها مثال في الطهارة والوداعة. والصوم ده ليه حكاية. بيقولوا إن الرسل رتبوه بعد نياحة العذراء. القديس توما الرسول كان في الهند وقتها، ولما رجع شاف منظر سماوي، الملائكة شايلة جسد العذراء طالعة بيه للسماء. رجع وحكى لباقي الرسل، كلهم اشتهوا يشوفوا نفس المنظر، فصاموا وصاموا لحد ما في آخر الصوم ربنا كشف ليهم السر، وشافوا جسد أم النور. ومن وقتها الكنيسة بتصوم الصوم ده، مش للبشر لكن لربنا، علشان نتمثل بحياة العذراء، ونفتكر طهارتها، ونطلب شفاعتها، ونستعد بعيدها. واللي بيقول إن الصوم ده للبشر، الكنيسة بترد: إحنا بنصوم لله، لكن بنفتكر قديسينه، زي ما بنسمي كنيسة على اسم مارجرجس، أو دير باسم مارمينا. هو تكريم مش عبادة. عشان كده بنقول مع كل جيل: هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. لا تنسوا متابعتنا لمزيد من المواضيع والقصص الروحية الملهمة. مون جيسو.